وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كل أمة تفاخر بعظمائها ومتقدميها وتحيي ذكراهم وتنشر مارثهم وتتناقل أقوالهم وأحكامهم وتعلي قدرهم، ولها الحق في ذلك إن كانت تبحث عن العزة والرفعة أمام الأخرى. ونحن أمة الإسلام أكرمنا الله ومن علينا بأعظم رجل عرفه البشرية وصدر التاريخ سيرته، أزكى وأظهر مخلوق على وجه الأرض، خير من وضع الثرى، الصادق الأمين الرؤوف الرحيم. صلى عليك الله يا رسول الله عدد أنفاس المخلوقات، وعدد ورق الأشجار، وعدد خضر الأنهار، وعدد ما أشرق عليه النهار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم العزة والشرف والوسام الذي تحملونه. إنكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اتباع هذا النبي العظيم ورسول الكريم وخاتم النبيين وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، صاحب النور والهداية لكل البشر، صاحب القلب العظيم، يعطف على الأرملة والمساكين ويوصي الفقير والكسير. وأحسن من وصفه شريكة حياته سيدة نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء من لا يخشى الفقر. كان أجود بخير من ريح المرسلة، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى بقبض لم يضعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. صاحب البلاغة والبيان، أوتي جوامع الكلم وكلامه يأخذ بالألباب ليبين الصم الصلاب. حكم بين الناس بالعدل وجاء بالشريعة والدين القائم على العدل، فنعمت البشرية بعدله ورحمته، مسلميها وكافريها، برها وفاجرها.
أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحبه كل شيء في وجوده، كل شيء، ليس الشيء فقط بل كل شيء، الإنس والجن والحيوان والجماد. أما الإنس فقد صدر التاريخ بطولات العجيبة في صراع أصحابه رضوان الله عليهم في الدفاع عنه بكل ما يستطيعون، وقد فدوا بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأموالهم، وضحوا بكل غال نفيس، حتى وصل بهم الحال أنهم لا يتمنون أن يصاب بأي كدر ولا أذى. ولما أصر أحد الصحابة من قبل المشركين قالوا اسمع يا أيها المسلم، يا أخي الكريم، اسمع ماذا قال المشركون عن هذه الصحابي الجليل. قالوا أتحب أن محمدا في مكانك وأنت بأهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة يؤذيه وأنا جالس في أهله. فقالها وهو يرضع عن الموت، ومات شهيدا رضي الله عنه. ويوم أحد ماذا حدث يوم أحد؟ يقوم أحد الصحابة وجعل جسده ترسا يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم من سهام المشركين، فقد قلت السهام في ظهره وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله وصدري دون صدرك، وقتل بين يديه دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم 12 بطلا من أبطال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والسيرة مليئة بإخبار محبيه من أصحاب الذين ضبطوا أقوالهم بأفعالهم. وأما الحيوان فهذا جمل يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مالكه وعيناه تدمعان، فسمح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن وانتصر له من مالكه الذي آذاه. وأما الجماد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع النخلة قبل أن يتخذ منبرا، ولما اتخذ المنبر وترك الجذع حن هذا الجذع بكى هذا الجذع وأصدر صوتا كصوت السبي الصغير، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عليه فسكن. وفي رواية أنه صمه إليه. قال الشاعر جاء البعير يشكي والجذع حنا يبكي، وكم لطه أحكي أخلاقه المرضي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بلا عدد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أنكم مجزيون بأعمالكم ومحاسبون على أقوالكم وأفعالكم
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجليل والقدر العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس الطاهرين من الدنس والأرجاس، وعن السبطين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين، ودمر اللهم اليهود والمستعمرين. ونسألك اللهم يا مبدئ يا معيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.